شكون هو انس الحنوني؟ انس الحنوني واحد الشخص كل نهار كيحاول يكون احسن من النهار اللي فات، ولكن وسط هادشي كامل كنتلاقى مع واحد الطبقه ديال الناس اللي ما كيتقبلوش اي شخص متفوق عليهم في شي مجال. كل نهار مشكل جديد وكل نهار كلام جديد، ولكن كل مره خاصك تبرر راسك بانك على حق. لنفترض انني غلطت، علاش غادي تحاسبني على كل غلطه وكانني ما عنديش الحق معه؟ الا كنتي باغي تنصحني راه النصيحه مرحبا بها، ولكن خاصك تكون ناجح في المجال اللي كتنتقدني فيه، ماشي غير كتجي وكتحطم معنوياتي وتقول لي شنو. احيانا كنحاول نشرح وجهه النظر ديالي ولكن بلا فائده، حيت كاينين الناس ما باغينش يفهموك، باغيين غير يلقاو فين منين يشدوك. ولكن مع الوقت تعلمت واحد حاجه، ماشي ضروري تشرح لكل واحد، حيت الناس اللي كيعرفوك بصح غادي يفهموك بلا ما تشرح، والناس اللي باغيين يسيئوا فهمك حتى الا شرحتي لهم 1000 مره غادي يبقاو باغيين يشوفوك بالطريقه اللي كتعجبهم. انا ماشي كامل، كنغلط كنرجع وكنتعلم، ولكن الفرق هو انني كل نهار كنحاول نكون احسن من الشخص اللي كنت عليه البارح، وما غاديش نخلي الكلام ديال الناس يوقفني، حيت في الاخير النجاح ديالي ما خاصوش يكون على حساب رضا الناس، خاصو يكون على حساب المجهود اللي كنحط فيه كل نهار. ويمكن اكبر درس تعلمته هو ان الناس ما غاديش كاملين يفرحوا لك ملي تنجح، كاين اللي غادي يشجعك وكاين اللي غادي يحاول ينقص منك وكاين اللي غادي يتسنى غير شي غلطه صغيره باش يقول شفتوا شنو قلت لكم. ولكن انا ما غاديش نعيش حياتي باش نثبت ليهم العكس، غادي نخلي الوقت هو اللي يجاوب، حيت كلام الناس ساهل ولكن النتائج هي اللي كتتكلم. انا عارف منين بديت وعارف شحال من مره طحت وعارف شحال من مره حسيت براسي باغي نوقف، ولكن كل مره كنت كنقول مع راسي الا وقفت دابا شكون يحقق داك الحلم اللي كنت كنحلم به. لهذا غادي نبقى نحاول، غادي نبقى نغلط ونتعلم، غادي نبقى نسمع النصيحه اللي غادي تزيدني لقدام ونتجاهل الكلام اللي الهدف ديالو غير يحبطني. وإلا كان شي واحد كيشوف فيا شي حاجه ماشي مزيانه مرحبا ينصحني، ولكن ينصحني باحترام، حيت النقد ماشي هو انك تحطم الانسان، النقد الحقيقي هو انك توريه الغلط ديالو وتعاونو يصلحو. وانا ما عنديش مشكل مع اللي كينتقدني، المشكل اللي عندي مع اللي كيبغي يشوفني فاشل. ولكن في الاخير كل واحد عنده طريقته، وانا اخترت طريقه، والطريقه مازال طويله ومازال عندي بزاف باش نحقق شي حويجات اللي انتم غتشوفوا من القدام. ولكن القصه ماشي على النجاح، القصه على الانسان اللي كان وراه هذا النجاح، على داك الشخص اللي كان كيحلم وكيحاول يطيح وكيعاود يوقف. كاينين بزاف ديال الحوايج اللي الناس كيشوفوهم في النهايه، ولكن ما كيشوفوش الطريقه اللي وصلاتك ليها. كيشوفوا المشاهدات، كيشوفوا الشهره، كيشوفوا النتائج، ولكن ما كيشوفوش الساعات اللي دازت وانت كتخدم، ولا اللحظات اللي كنت فيها بوحدك وكتصور راسك واش فعلا غادي نوصل. واصعب حاجه ماشي انك تلقى الناس ضدك، اصعب حاجه هي انك من بعد المرات كتولي حتى انت ضد راسك، وكتولي كتشك في راسك، في المستوى ديالك، في القرارات ديالك، وكتسول واش انا فعلا قادر نكمل. ولكن كل مره كنرجع نفكر في واحد حاجه، انا ما بديتش باش نكون احسن من الناس، انا بديت باش نكون احسن من راسي. واليوم الا كنت انا احسن ولو بشويه من الشخص اللي كنت البارح، راه انا رابح. ما يهمنيش شكون سبقني، ما يهمنيش شكون كيضحك عليا، وما يهمنيش شكون كيتسنى مني نطيح، حيت كل واحد عنده الوقت ديالو والرحله ديالو والظروف ديالو. وانا غادي نبقى مركز على طريقي. يمكن اليوم مازال ما وصلتش للمكان اللي باغي، ولكن اكيد ما بقيتش نفس الشخص اللي كان البارح. وهنا كاين الفرق، ما غاديش نخلي الحقد ديال شي واحد يطفي الطموح ديالي، وما غاديش نخلي الراي شخص ما عارفش قصتي يحدد لي شكون انا. انا عارف شكون انا وعارف اشنو باغي، وعارف بلي الطريق ما غاديش يكون سهل، ولكن حتى الا كان صعيب غادي نكمل، حيت في الاخير الناس غادي ينساو شنو قلتي وغادي ينساو شنو داروا فيك، ولكن النتائج اللي غادي توصل ليها هي اللي غادي تبقى. وهذه غير البدايه. انس الحنوني والقصه ديالي مازال طويله.